ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ممكن اكون بعمل اكبر غلطة في اليوتيوب في التاريخ، والله مش عارف، وممكن ما اكونش بعمل غلطة واللي انا بعمله ده صح. هي الفكرة بقى ان انا مش عارف هل اللي انا بعمله ده صح ولا اللي انا بعمله ده هبل وانا بهبل، والمفروض ان انا ما اعملش اللي انا بعمله ده. طيب ايه بقى اللي انا بعمله وايه الغلطة وايه الصح وايه الغلط؟ ده بقى اللي انا جاي لكم فيه النهاردة. انا مش هطول عليكم، وده مش فيديو طويل وما بتكلمش عن موضوع محدد، انا بس عايز مساعدتكم وعايزكم تسمعوني للاخر. كمل الفيديو معايا ده للاخر واسمعني وقول لي رايك، بس انا مش طالب منك اكتر من كده. خلينا نبدأ القصة من الأول خالص. أنا في البداية عمري ما كنت عايز أدخل مجال السوشيال ميديا، يعني أنا ما كنتش عايز أعمل فيديوهات وأفتح وأعمل ريلز. أنا كنت شايف إن ده صداع ودوشة وبعيد عن دماغي، أنا شايف إن ده هري ملوش لازمة. ليه هقعد أوجع دماغي ليه وأبقى مركز أكتر مع الموبايل؟ يا عم أنا عايش حياتي وأتبسط وخلي مزاجي حلو، وما تشغلش دماغك بالكلام ده، ده وجع قلب وتفاصيله كتير ومش هتخلص. بعد كده مش هكذب عليكم، خلينا نكون صراحة مع بعض، قررت ان انا هبدأ اعمل فيديوهات. وفي البداية انا كنت مختار يوتيوب بس، يعني انا ما كنتش ناوي اعمل في اي حتة ولا انزل في اي مكان ولا في دماغي اي حاجة من الحاجات التانية الا يوتيوب. ليه بقى يوتيوب؟ اولا لان انا بحب اتكلم، انا في طبيعتي بحب اقعد اتكلم وارغي كتير واتكلم في اي مواضيع وفي كل حاجة. واهتماماتي، يعني الناس اللي تعرفني هتعرف ان انا اهتماماتي متعددة، انا مش مهتم بموضوع معين فهو ده الموضوع الوحيد اللي انا هتكلم فيه، لا انا بتكلم في كل حاجة واي حاجة، وبحب اقعد ادور واجيب اخر اي حاجة انا مهتم بيها. والحاجة التانية عشان الفلوس، مش هضحك عليكم، انا كنت عايز ان انا يبقى ليا مصدر دخل تاني غير مصدر دخلي الاساسي اللي هو شغلي. عايز يبقى عندي مصدر دخل تاني، وبصراحة فلوس السوشيال ميديا مغرية، يعني مش هنكذب على بعض. فكرة ان انت بتطلع فلوس من فيديوهات فكرة جميلة يعني، وبتطلع فلوس حلوة الناس ما بتنكرش. فنبدأ القصة من اولها. اول حاجة، ايه يا عم عشان نعمل قناة يوتيوب دي هنعملها ازاي؟ قال لك اول حاجة اعمل قناة. عملنا قناة، اختار اسم للقناة. طب انا هختار اسم للقناة ايه؟ في الاول اللي متابعيني من زمان قوي، الكلام ده مثلا من 6 شهور، مش من زمان قوي يعني، بلاش اقفلم. تمام، انا بادئ من 6 شهور او من 7 شهور، من 6 شهور بالظبط. القناه دي في الاول ما كانش اسمها محمد فرج، كان اسمها الصوره من الاخر او كلير فيو. طب ليه؟ لان انا بادئ اصلا عايز اتكلم في الحاجات السياسيه. كان ساعتها لسه ترامب ماسك ولسه الدنيا موهوجه ومشعوطه، وانا اصلا بحب اقعد اسمع في السياسه وافهم في السياسه، فقلت خلاص هعمل فيديوهات عن السياسه. بدأت، وأول فيديو كان عن جرينلاند، وبعد كده عملت فيديوهات تانية سياسية والدنيا إيه كانت شغالة معايا في الأول. بعد كده لقيت إن السياسة في كلمات معينة لو اتقالت في الفيديو هتضايق يوتيوب، فما بيحد من انتشار الفيديو. بلاها يا عم السياسة، اتكلم في الاقتصاد. قعدت شوية عملت فيديو واتنين عن الاقتصاد. بعدها طلع حوار جزيرة إبستين، عملت فيديو عن إبستين. بعدها وقفت مدة كنتش عارف اتكلم في ايه، حاسس ان انا لا ده نافع ولا ده نافع، يعني مش دي الحاجة اللي بتستهويني 100%. وقفت حوالي رمضان كله، وبعد العيد رجعت تاني بدأت انزل فيديوهات تاني. اول فيديو عملته كان عن ليه الشتاء بيتأخر. بعد كده بدأت اتكلم عن حاجات في التطور النفسي وفي في ازاي تطور من نفسك والحاجات دي، يعني هتلاقي الفيديوهات عندي موجودة على على القناة. تمام، بعد كده جبت قصة، حكيت قصة تجربة سجن ستانفورد وازاي الناس بتتحول من ناس طيبة لناس شريرة رغم ان هم ما كانوش اي حاجة، وان الشر متواجد جوانا وي لمجرد بس ان انت بقى معاك السلطة. طيب وبعدين بعد كده لقيت نفسي بروح على فيديوهات لها علاقة بالدين، اتكلم، احكي. بعد كده فيديوهات عن تجارب شخصية. بعد كده وده بقى القشة التي قسمت ظهر البعير، عملت فيديو عن كريستيانو رونالدو. والفيديو ده هو الفيديو اللي بسببه انا بتكلم النهارده. ليه بقى؟ لان انا لقيت نفسي عمال مشتت، عمال اعمل فيديوهات عن كده وفيديوهات عن كده، وشويه عن سياسه وشويه عن اقتصاد وشويه عن علم نفس وشويه حكايات عن نفسي وشويه عن الرياضه وشويه اتكلم عن رونالدو وشويه في الدين. انت انا كده هجيب لي الخوارزميات هعته، والله الخوارزميات هتتجن.
ما هو الخوارزميات مش عارفة تحدد أنت بتتكلم عن إيه. خوارزميات أي سوشيال ميديا أو منصة بتبقى عايزة تعرف أنت مجالك إيه. أول نصيحة الناس بتديها لك أول ما بتبدأ سوشيال ميديا، حدد لنفسك نيتش أو تخصص، اللي هو حاجة تتكلم فيها. ففي الأول زي ما قلت لكم اتكلمت سياسة، بعد كده اقتصاد، بعد كده مفيش نيتش. انا عمال اتكلم في كل حاجه من كل لون يا باتيستا، هات شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا واتكلم عن ده واتكلم عن ده. طب وبعدين انت تفضل تتكلم عن كل حاجه شويه؟ لا، حدد انت عايز تتكلم عن ايه. لغايه ما اتكلمت عن رونالدو، والفيديو ده بقى بالذات اتكلمت فيه بطبيعتي. يعني لو حد هياخد باله انا ما كتبتش بجنيه سكريبت في الفيديو ده، طلعت اتكلمت، حطيت شويه نقط كده وقعدت اتكلم بقى براحتي. ليه؟ حاجه انا بحبها، انا بحب كريستيانو رونالدو وبحب الكوره. وبعدها طبعا انا كنت بقطع ريلز وانزلها على السوشيال ميديا، على انستجرام والشورتس وتيك توك والفيسبوك والكلام ده كله، بحيث ان الناس تتفرج هناك وتيجي من هناك تخش على اليوتيوب. الفكرة ان انا لقيت التفاعل حلو، الناس بتتفاعل، سيبك من عدد الفيوز. مش دي مش دي النقطة اللي انا بتكلم فيها. نقطتي كانت في التفاعل، الناس بتتكلم، بترد، بيعملوا لي كومنتات. مش هقول لك بقى 100 كومنت والكلام ده، انا اصلا على الله انا اول مرة في حياتي عدد الفولورز عندي يبقى اكتر من عدد الفولوينج، يعني عدد الناس اللي بتتابعني اكتر من ان انا بتابعهم في تاريخ عمري كله. انا عمري ما كنت كده، انا ما كنتش يعني شخصية، ما حدش يعرفني ما فيش اي حاجة، انا ما فيش حد متابعني غير الكام شخص اللي يعرفوني في حياتي بس. وما بنزلش اصلا، ولا عمري كنت نشط على السوشيال ميديا. ده الكلام ده كل اللي انا بحكيه لك ده في اخر 6 شهور. ففكره ان في ناس بتخش تتفاعل وتكتب لي كومنت وانا ارد عليهم، هو ده بقى اللي انا عايزه. ده في الاساس اللي انا عايز اعمله، وده الاساس اللي انا عملت عليه قناه يوتيوب. اللي هو ايه بقى؟ انا بحب اتكلم، بحب اتناقش. طب تحب تتكلم في ايه بقى؟ في كل حاجه. ودي بقى المشكله اللي انا جاي لكم فيها علشان تساعدوني. هل انتوا شايفين ان انا الطبيعي ان انا ابقى بتكلم في حاجه واحده بس، ولا اتكلم في كل حاجه واي حاجه زي اي بني ادم طبيعي بينزل يقعد على القهوه مع اصحابه، بيخرج، بيقعد في قعده في البيت، بيتكلم مع اهله؟ انتوا يا جماعه بتتكلموا في مواضيع واحده، يعني في موضوع واحد في حياتكم، ولا بتتكلموا في كل حاجه؟ هي دي بقى الفكرة اللي أنا يعني عامل عليها الفيديو ده، والفكرة اللي أنا عايز أعمل عليها القناة، سواء في القناة دي أو في السوشيال ميديا عامةً بقى، على انستجرام وتيك توك وفيسبوك. أنا مش عايز أتكلم عن حاجة واحدة، يعني أنا مش عايزك تخش تشوف محمد فرج بيتكلم في الموضوع ده، لأ، محمد فرج بيتكلم في حاجة محددة، محمد فرج بيتكلم في السياسة، لمّا أكون عايز اقتصاد أروح لمحمد فرج، لأ، أنا عايزك تيجي لي تشوف أنا باتكلم في إيه ونتكلم مع بعض. ليه؟ لأن دي الحياة. يعني الطبيعي بتاع البشر إن إحنا بنقعد نتكلم مع بعض في كل حاجة. ما فيش حاجة اسمها أنا مهتم بالسياسة بس، لأ، أنا باتفرج على سياسة، وباتفرج على اقتصاد، وباتفرج على حاجات عسكرية، وباسمع عن التسليح، ولمّا باجي أروح الgym باقعد أتفرج على حاجات ليها علاقة بالgym والتغذية والتمارين، ولمّا باجي أنزل باتفرج على عربيات، أمّا باجي أنزل أتفرج على كورة، باتابع مُطوشة، أنا باحب الكورة فباتابع الناس بتاعة الكورة، باتابع كل حاجة، وباتكلم في كل حاجة، ومش هاقول لك إن أنا فاهم في كل حاجة، ولكن أنا طبيعتي لمّا يبقى في موضوع معين باجيب آخره. باقعد أدوّر وباقبش، وعندي القدرة إن أنا أقعد أتفرّج على فيديوهات ساعة و2 و3 و10 علشان أفهم الموضوع ده آخره إيه. ده أنا، هي دي طبيعتي. فأنا حابب إن أنا أطلع وأتكلّم بطبيعتي، وأقعد وأتعامل بطبيعتي، وأحكي بطبيعتي. وأنا عارف إن الخوارزمية مش هتساعدني، يعني أنا مش هاطلع أقول يا خوارزمية ساعديني علشان أنا باحب أتكلّم في كل حاجة. بس أنتم اللي ممكن تساعدوني. تساعدوني في إيه؟ تقولوا لي الأول، هل أنتم شايفين إن أنا أختار حاجة واحدة محددة أتكلم فيها، والّا أتكلم في كل حاجة عادي؟ زي أشوف إيه اللي موجود دلوقتي ونتكلم عليه. مش لازم الحاجات الtrend، ولكن أي موضوع ييجي في دماغي. أنا باقعد ساعات أقعد أفكر كتير مع نفسي، بييجي فجأة فكرة في دماغي، حاجة غريبة ممكن فكرت فيها بزاوية مختلفة، أطلع أقولها. دلوقتي كاس العالم شغال، ما اتكلم عن كاس العالم. عادي، هو أنا لازم أتكلم عن السياسة لأن أنا قناة سياسة بس؟ هو أنا مش بني آدم؟ ما اتكلم عن كاس العالم، كاس العالم هيخلص وهنخش في حاجة تانية.
اللي هيبقى شغال دلوقتي ما اتكلم عنه. فجأة جات لي فكرة وأنا نايم بالليل، ما عايز أقولها، ما أقولها. مسافر سفرية وعايز أشارككم السفرية دي، ما أشارككم السفرية. في حاجة بتحصل في الحياة ونفسي أقول وأتكلم عليها، ما أتكلم عليها. هو ده بقى اللي أنا نفسي تساعدوني فيه. هل أنتم شايفين إن دي حاجة طبيعية؟ يعني دي حاجة كويسة؟ هل أنت ممكن تتابع شخص علشان بيتكلم في كل حاجة، والّا أنت بتحب إن الشخص اللي قدامك أو الحد اللي على السوشيال ميديا يبقى بيتكلم في حاجة واحدة بس ومركز فيها، فأنت لمّا تحب الحاجة دي تروح له، والّا تحب الشخص تروح تشوف هو بيقول إيه وتتكلم معاه؟ يعني إيه المشكلة؟ يكون بيتكلّم في أي حاجة، النهارده بيتكلّم في كده، النهارده بيتكلّم في كذا، النهارده بيتكلّم في كذا، تعالوا يا جدعان نشوف الراجل ده بيقول إيه. والله أنا رأيي الشخصي، أنا عايز أبقى النوع التاني، أنا عايز أتكلّم في اللي أنا عايزه في أي وقت، مش عايز يبقى ليّا نيتش، مش عايز أقعد أفكّر في hook. بجد موضوع الhook ده مُتعب، وأنا ليه لازم أقول لك hook علشان أجيبك وأجيب رجلك وأخلّيك تقعد تتفرّج معايا وتركّز وتقول شوف أنا باقول إيه، ما تتفرّج. مش عايز أقعد أدّيك عناوين صادمة وعناوين مزيفة عن اللي أنا أصلًا باقوله في الفيديو. ليه أعمل فيك كده؟ وليه أخلّيك لمجرد بس إن أنت تدوس الكليك علشان أو تدوس touch كده عشان تفتح الفيديو، ليه؟ أنا مش عايز أعمل كده، أنا عايزك تلاقي فيديو ليّا اقعد اسمعه، اقعد اتفرّج عليه. خلّصته وشُفته على إنستجرام وعجبك الكلام اللي أنا باقوله وشايف إنه ممكن عايز تكمّل، خُش على يوتيوب واتفرّج عليه. ليه؟ ليه أنا ممكن أعمل كده؟ أنا عارف إن هي هتبقى صعبة ومش هاوصل، ممكن ما اوصلش لحاجة في الآخر، أنا ما اعرفش أصلًا أنا دلوقتي باعمل إيه. أنا عمّال أخرّف، عمّال أجيب من هنا وأحط هنا وأعمل كذا وأجرّب كذا وأمسك موبايلي وأجرّب أصوّر وأنا باتكلم تلقائي، وأجرّب أحط script وأقوله، وأجرّب أتكلم في مواضيع بعينها، وأجرّب أطلع شوية كورة شوية. مش عارف أنا باعمل إيه. أنا مش عارف عايز أتكلّم في إيه. أنا كل اللي أنا عايزه إن أنا أتكلّم بحريتي وبطبيعتي وزي ما أنا باتكلّم معاكم دلوقتي كده. أنا الفيديو ده ما كتبتش فيه بجنيه script، أنا عمّال أرغي وأقول وأعيد وأزيد في إيه بقى علشان ما أبقاش باطوّل عليكم. أنتم شايفين إن أنا أتكلّم في حاجة واحدة بس بعينها، والّا أتكلّم براحتي وأطلع أقول اللي أنا عايزه في أي حاجة وفي أي موضوع وبس وخلاص؟ تحب تتابعني بالطريقة دي والّا تحب تتابعني بالطريقة دي؟ أرجوكم قولوا لي في الكومنتات أنتم شايفين إيه. أنا خلاص هاقفل الفيديو، الفيديو مش هيبقى طويل، مش هاقول أكتر من كده. ده كل اللي أنا عايز أقوله لكم النهارده، وشكرًا لأي حد بيخش يقول لي كلمة كويسة، وشكرًا لأي حد ممكن يكون بيقول لي انتقاد أو كلمة بشكل مؤدب، وشكرًا حتى للناس اللي بتخش تشتم، دي ما عنديش فيها مشاكل، بيحصل وأكيد هيحصل. ومش عارف، أشوفكم الحلقة الجاية اللي مش عارف هتكون عن إيه بالضبط، لسه، لمّا بييجي لي حاجة في دماغي باعملها. سلام.